ازيكم اخواتي الاوتاكويه. هنتكلم في الحلقه دي عن مراجعه لمسلسل ون بيس الواقعي اللي نزل على نتفليكس من كام يوم، ولكن اخواتي الاوتاكويه هيكون في حرق، وعايزين برضو اخواتي الاوتاكويه قبل ما نحكم على المسلسل نكون على ارض حياد، بمعنى ان مسلسل ون بيس او انمي ون بيس مليان هزليه وخيال صعب يتحقق على ارض الواقع، حتى لو كانت نتفليكس هي اللي عملت المسلسل ده. علشان كده اخواتي الاوتاكويه لازم نكون متفقين ان الانمي له حدود في الخيال ما ينفعش ابدا تتطبق على ارض الواقع. وهنتكلم عن مسلسل ون بيس الواقعي في 4 نقط. اول نقطه وهي الشخصيات، تاني نقطه وهي الاحداث وازاي غيروا في الاحداث وازاي اختصروا التمطيط، تالت حاجه مجهود اودا ونتفليكس في ان هم يطلعوا المسلسل ده في احسن صوره، ورابع نقطه وهي تقييمي انا وتوني للمسلسل ده من 10. ونبدا باول حاجه وهي الشخصيات. بس ثواني يا ارساني، قبل بس الشخصيات في نقطه عايز اقولها. عايز اقول برضو على الرغم من اللي كنا بنقوله وان احنا ما نسرعش في الحكم على ون بيس والمسلسل الواقعي، الا ان اودا الجهود بتاعته وجهود نتفليكس والفلوس يا جماعه اللي اتصرفت والتكليف الخرافي اللي اتعمل على المسلسل ده اثمرت ان هي تورينا انتاج خرافي، انتاج وعالم اول مره نشوفه بالشكل ده لتجسيد عالم حقيقي من انمي. وده اللي شفناه يا جماعه مثلا في مطعم زيف. على مطعم زيف ده فعلا كان من احسن الحاجات اللي اتعملت في المسلسل ده. وبرده سفينه جوينج ميري بتاعت لوفي يا توني دي جامده قوي. ايوه، سفينه جوينج ميري فعلا كانت يعني من اعظم الحاجات اللي اتعملت. عزيز الاوتاكو ومنتزه ارلونج وغيره، يعني كان في حاجات كتير معموله حلو، وكان فعلا باين ان الانتاج مصروف ومتعوب عليه. ودلوقتي اخواتي الاوتاكويه يلا نبتدي بالشخصيات. اول شخصيه معانا هنتكلم عليها وهي طبعا البطل، شخصية لوفي. كانت بالنسبة لي كاختيار ممثل كان حلو جدا، يعني هم عرفوا يجيبوا شخصية مشابهة إلى حد ما للشخصية بتاعتنا، ولكن الممثل كشخصية أنا الصراحة شايف إن هو معرفش يقدم أحسن تمثيل، لأن أحيان كتير الصراحة كنت بحس إن الممثل بيحاول على قد ما يقدر يحاكي شخصية لوفي، فده كان بيظهر بعض المبالغة والتصنع، واللي كان أحيانا كتير بيخليني أتفصل من مود المسلسل وأتفصل من الاندماج بتاعه. وأعتقد ده عزيز الأوتاكو بسبب إن أساسا ممثل لوفي ما اتفرجش على أي عمل من ون بيس سواء مانجا أو أنمي. لكن بصراحة باقي طاقم لوفي كان مناسب جدا، من أول شخصية زورو لغاية شخصية سانجي. نمسك واحد واحد بسرعة كده. شخصية زورو لايقة جدا في الشكل، في الطبيعة، في الحركة، في القتال، حتى البنية الجسمانية. بصراحة كانت كل حاجة مظبوطة قوي في زورو. شخصية نامي كانت لايقة على الدور جدا جدا. لو على الحلاوة فهي حلوة، لو على الكاريزما فهي كاريزما، وبتتكلم وبترد ومش هاممها مع حد. في الانمي ما كانش باين ان هي قويه، في المسلسل قويه جدا على فكره. العصايه بتعرف تستخدمها احسن من شخصيتها في الانمي. شخصيه أوسوب بصراحه لايقه جدا في الشكل، في الافيهات اللي بيقولها، في كل حاجه. بس انا عندي اعتراض واحد على شخصيه أوسوب، ان انا كنت حاسس ان انا محتاج صياح اكتر من كده، لان أوسوب في الانمي صيوح قوي، فانا كنت حاسس ان انا مفتقد الجزء الصيوح او الجزء الكذاب بتاع أوسوب ده. كنت حاسس ان هو ناقص المسلسل. شخصيه سانجي انا كنت بحبها في الانمي وفي المسلسل، وحسيت ان هي لايقه قوي على الدور. وعجبني فيها كمان ان هو مش مخليه يقعد يجري ورا اي بنت بيشوفها، لكن هو كاريزما حتى في طريقه كلامه، بقى بيعرف يتكلم حلو، مش بس مجرد ان هو اول ما يشوف بنت يطلع يجري لا انا بحبك ومش عارف ايه. لا، مش بيعمل كده. طبعا بيهزر الرجاله، ده العادي بتاع سانجي، يعني احنا مش اول مره نشوف سانجي فيها دي. شخصيه جارب بالنسبه لي كان الممثل بتاعه ما كانش مؤدي دور جارب قوي في الانمي، لان الدور جارب في الانمي كان كوميدي اكتر من ان هو بيتكلم كده بفخامه وكلام منسق وكلام كله ورا بعض. ده ما كانش موجود في الانمي. في الانمي جارب ده راجل هلاس. صراحه اخواتي الاوتاكويه، انا لما اتفرجت على التريلر لاول مره وشفت شخصيه شانكس، يعني كنت متوقع ان هو هيبقى ضحك للصبح وان هو مش هيبقى حلو. صراحه كان الانطباع الاول كده ان هو مش هيعرف يأدي الدور بتاعه حلو، ولكن على العكس لما خلصت المسلسل انا حسيت ان الممثل عارف فعلا يأدي الدور بتاعه حلو، عارف فعلا رياكشنات وشه وتعبير وشه كده، وان هو يا جماعه انا اتفرجت على الانمي، لا ده هو شانكس. يعني انا كنت وانا بتفرج كنت حاسس ان هو ده شانكس فعلا، عارف يأدي الدور بتاعه حلو، وعارف على قد ما يقدر يمثل هيبه وكاريزما شانكس. ودلوقتي اخواتي الاوتاكويه هنتكلم عن بقيه افراد شانكس. يا جماعه
اليد اليمنى لشانكس بين بيكمان. يا جماعه الممثل ده ما كانش ينفع فعلا يأدي الدور بتاع بين بيكمان. انا مش قصدي اي اهانه للممثل، ولكن انا بلوم طاقم العمل على توظيف الممثل ده لشخصيه بين بيكمان. يا جماعه دي اليد اليمنى لشانكس، وحرفيا عزيزي الاوتاكو انا مش شايف اي وجه شبه ما بين الشخصيتين. لكن بالنسبه لبقيه الافراد فعلا هم كانوا عاملين الدور حلو، وفعلا كانوا مرضيين بالنسبه لنا، من اول ابو ياسوب اللي هو ياسوب لغايه اخر فرد في افراد طاقم شانكس كان الممثلين مرضيين بالنسبه لنا. الشخصيه اللي بعد كده عزيزي الاوتاكو هو شخصيه هيليميبو اللي هو ابن النقيب مورجان، وهتكلم عن الاثنين. اول واحد هو النقيب مورجان. النقيب مورجان بصراحه كان مؤدي الدور، كان كويس وكان لايق عليه الدور، وبرضه بيأكد قد ايه ان النقيب مورجان ده شايف نفسه وعامل نفسه ان هو جامد وهو ولا حاجه. واول ما جه جارب اللي هو اداله على قفاه وقال له اركن كده على جنب، انت في حد يسيب الخريطه بتاعه الجراند لاين تضيع منه كده؟ هو ده اخر النقيب مورجان. بالنسبه لهيليميبو ابنه بصراحه مؤدي الشخصيه كان عظيم عظيم بمعنى الكلمه. كان عامل دور العبط بتاع هيليميبو، وان هو شايف نفسه وان هو اساسا عيل فرفور وبيخاف من خياله. فبصراحه اللي عامل الدور كان عامله حلو قوي، وحتى بعد ما ركب السفينه مع جارب ابتدى فعلا تتغير شخصيته وابتدى يتطور شخصيته وابتدى يبقى افضل. فحتى التطور ده اظهره بشكل رائع جدا، وانا متاكد ان بعد كده كمان لما ينزل اجزاء تانية هيليميبو ده هيبقى في حته تانية، هتبقى شخصيه جامده جدا. شخصيه كوبي اخواتي الاوتاكويه في لفظ كده بيطلق في التمثيل اسمه الوجه الخشبي او الوجه المتخشب. انا كنت حاسس ان ده كوبي، هو الممثل جايبينه الصراحه يعني هو نوعا ما كان صح وشكله مناسب لشكل كوبي، ولكن في التمثيل يا جماعه فين التمثيل؟ انا كنت حاسس ان هو رياكشن واحد في كل الحالات. يعني مثلا لما كان جارب بيشد عليه او يبقى زعلان كنت بشوف نفس الرياكشن، لما كان بيفرح لما مثلا يجي يشوف لوفي كنت بشوف نفس الرياكشن. فين التنوع في الرياكشنات؟ فانا كنت حاسس ان رياكشنات كوبي متجمده جدا في التمثيل. بالنسبه بقى عزيزي الاوتاكو لشخصيه باجي، انا شايف الصراحه ان دي من احسن الشخصيات اللي عرفوا يعملوها في مسلسل ون بيس، كلبس وكديكور وكمكياج وكأداء ممثل. انا شايف ان هو كان فعلا بيرفكت وممتاز في كل جوانب التمثيل وكل نواحي الشخصيه هو عارف يعملها. وبالنسبه لي هو حدث باجي ده اساسا على بعضه كان معمول باحسن شكل ممكن يتعمل. يعني شخصيه باجي الهزليه اللي كانت بيحاول يبينها لي اقرب لشخصيه الجوكر، وهو فعلا انا كنت حاسس ان انا بتفرج على شخصيه الجوكر وانا بتفرج على باجي. فده فعلا من كان احسن الشخصيات اللي اتعملت في شخصيه ون بيس. الشخصيه اللي بعد كده اخواتي الاوتاكويه وهي شخصيه زيف. وبصراحه شخصيه زيف او المؤدي بتاع شخصيه زيف كان جامد بكل ما تحمله الكلمه من معنى. من حيث الشكل فهو كان شبه الشخصيه في الانمي جدا، من حيث الكاريزما ومن حيث طريقه الكلام، فده بالعكس ده زود كمان على الشخصيه اللي في الانمي. عشان كده انا كنت مستمتع بكل لحظه، ويكفي بس المشهد بتاعه وهو قاعد هو وجارب على الترابيزه وجابوا 2 واين وقعدوا هما الاتنين يشربوا كده، كان مشهد خرافي. وكل كلمه بتخرج من بقهم هما الاتنين كانت عالميه، وكل كلمه اتقالت في المشهد ده اسطوريه بصراحه. فانا لازم ارفع القبعه لمؤدي شخصيه باجي وزيف بصراحه. بالنسبه بقى عزيزي الاوتاكو لشخصيه ميهوك انا شايف صراحه ان هم جابوا ممثل حلو جدا. من حيث الشكل عرفوا يعملوا برضو لبس ومكياج حلو جدا، والممثل برضو عارف يخرج الكاريزما بتاعته، وكان برضو في الفايتات كان دايما بيبين اداء مميز للممثل. ولكن انا عندي عتاب واحد بس عزيزي الاوتاكو يا جماعه، هو انا مش عارف هو ده كان مطلوب منه ان هو يعمل كده ولا هو عمل كده من نفسه، بس انا كنت بحس احيانا بسنه مياعه في كلام ميهوك. Monkey D. Luffy. I'm surprised the Marines would require my services for such a small pack. ليه كان بيتكلم كده؟ يعني شخصيه ميهوك الحقيقيه مش بتتكلم كده، فيها كاريزما وفيها صوته قوي والنبره بتاعته قويه. ده بس عتابي على شخصيه ميهوك، غير كده هو كان ممتاز فعلا. شخصيه ارلونج، لو هنتكلم عن الشكل فكان الشكل بعيد كل البعد عن الشكل المطلوب او الشكل المناسب. مش بس شخصية ارلونج، ده كل الشخصيات الاسماك الشبيهة بالانسان كلهم كانت اشكالهم مش حلوة وما كانتش مناسبة خالص، وشكلهم في الانمي افضل بكتير جدا من شكلهم في المسلسل الواقعي. بالنسبة للتمثيل بصراحة كان رائع، كان باين فعلا قد ايه هو شرير وقد ايه هو مش فارق مع حد وقد ايه هو قوي، وان هو كان واخد اعلى مكافأة في الازرق الشرقي
فده يأكد لك قد ايه ارلونج كان قوي جدا، والشخصية دي قدرت تجسد الشخصية دي فعلا بأحسن مجهود وبأحسن أداء. أول حاجة في الأحداث هي إن هم غيروا كتير جدا من الأحداث اللي موجودة في الأنمي، ولكن كل الأحداث اللي اتغيرت في المسلسل كانت بتؤدي لنفس النتيجة اللي موجودة في الأنمي، ودي حاجة ترفع عليها القبعة بصراحة لنتفليكس وأودا، واشكرهم جدا على إن هم حتى الناس اللي شافوا الانمي قدروا ان هم يستمتعوا بالمسلسل ده بسبب التغييرات اللي حصلت دي، وان هم كانوا متوقعين وعارفين حاجات معينه او احداث معينه غيرتها خالص وخلتهم يشوفوها بشكل مختلف تماما. وبمناسبه برضو عزيزي الاوتاكو ان احنا بنتكلم عن الاحداث، هم في حاجات كتير اختصروها وفي تمطيط كتير اتشال، ودي نقطه برضو تحسب لهم. ولكن عزيزي الاوتاكو انا كنت حاسس ان الريتم عمال يجري بشكل مش طبيعي. يعني انا مثلا ما عرفتش استوعب ليه الشخصيات انضمت لطاقم لوفي، مثلا زي سانجي او نامي، معرفش هم ليه انضموا. يعني سانجي ده ليه انضم اصلا لطاقم لوفي؟ مفيش حاجه حصلت في المسلسل تحسسني ان انا خلاص انا كده راضي ان سانجي هينضم لطاقم لوفي. في الانمي انا موافق، وفعلا كان في الانمي بيدي لكل شخصيه حقها لغايه ما نحس ان الشخصيه فعلا مستعده ان هي تنضم للطاقم بتاع لوفي. الريتم السريع في المسلسل انا كنت حاسس ان هو مضيع فرصه ان الشخص توصل له مشاعر الاقتناع ان الحدث ده حصل فعلا. يا جماعه هو يا اما تمطيط زياده يا اما واقعيه زياده واختصار زياده، ليه ما تخليكوش في الوسط؟ خليكوا كده زي المانجا بتاعت اودا تبصوها زي ما هي كده يا جماعه. واخواتي الاوتاكويه تلخيصا برضو جهود نتفليكس وجهود اودا ان هم يطلعوا المسلسل ده باحسن صوره فعلا ورتنا نتائج خرافيه. لبس الشخصيات والسيناريو والحوار والديكور، وتم ترجمتها برضو في الفايتس اللي كانت فعلا من احسن ما يكون. اي نعم برضو الفايتس ما كانش عارفين يقتبسوا الخيالات والمؤثرات باحسن صوره، ولكن ده اللي اتفقنا عليه من الاول قبل ما نحكم على ون بيس، ان فعلا في مستوى من الخيال ما ينفعش يتعمل على ارض الواقع. ممكن بعد كده يحسنوه ويصرفوا اكتر، ولكن انا بتكلم على اللي اتعمل حاليا. والتقييم المسلسل انا وتوني قررنا ان هو يبقى 8.5 من 10. احسن مشهد اخواتي الاوتاكويه كان مشهد توديع زيف وسانجي. يا جماعه ده فعلا كان فيه كميه مشاعر وصلتني، انا كنت قربت خلاص يعني هدمع خلاص فعلا. مع ان المشهد كان قصير عن الانمي وكان فعلا اختصروه، التوديع كان سريع، ولكن المشاعر المطلوبه توصل وصلتني فعلا. وانا فعلا المشهد ده كان من اكتر المشاهد المؤثره والدراميه اللي كانت موجوده في الانمي. نامي ولوفي لما راح لها بعد ما خلاص هي فقدت الامل، فقدت كل حاجه، وراح لها يقول لها نامي، قالت له انا مش قلت لك تمشي، مش قلت لك ما تقعدش هنا، وقلت لك مش عايز اشوف وشك تاني. وبعد كده سكتت شويه كده وقالت له هيلب مي. بعد ما قالت له هيلب مي دي انا خلاص كده، وبعد ما هو خلع القبعه ولبسها لها انا قلت بس انا مش عايز حاجه تانية. المشهد ده مع اني شفته في الانمي بس انا كنت منتظره جدا، وعملوه باحسن صوره بالنسبه لي. وبالنسبه لي اخواتي الاوتاكويه احسن فايت كان فايت ارلونج ولوفي. يا جماعه الفايت ده كان فعلا من افخم الفايتات، وهم عرفوا يعملوه حلو قوي. يعني لما لوفي رفع رجله في الاخر علشان ينزل على ارلونج ويدمر المبنى اللي كان فيه نامي بتتعذب وكانت بتتعامل كعبده، فعلا عرفوا يعملوها حلو. وان مشهد زي ده يتعمل على ارض الواقع ومبنى كامل يتدمر ويقع كده من اوله لاخره، اتعمل حلو جدا فعلا. ففعلا الفايت ده كان بالنسبه لي على قد ما هو يعني ممكن يكون خلص بسرعه وبسيط، ولكن هم عرفوا ينتجوه حلو. الفايت اللي كان زورو وسانجي وهم بيواجهوا فيه افراد طاقم ارلونج، الفايت ده كله كان فايت جامد، والحركه فيه بسيطه وسهله وحركاتهم متناسقه مع بعض حتى في التمثيل. فبصراحه انا الفايت ده عجبني بصريا وعجبني الحماس بتاعه، بالرغم ان زورو كان المفروض ان هو متعور ومصاب، وسانجي كان لسه بيلين رجله كده. وبكده عزيزي الاوتاكو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لاننا بننزل فيديو كل يوم جمعه هنا على القناه. سلام.